زمان بقى لما كنت بعمل برامج في الاذاعه وكده، كنت دايما بيجي لي مسجز بقى دلع غير طبيعيه ليل نهار، معجبات بقى وحركات وكلام من ده. مش المفروض اقول الكلام ده قدام بنتي صح، بس اقول عادي وخلاص، اللي حصل حصل. فكنت دايما اتزنق، عندي 3 4 كلمات برد بيها على كل الناس: تجنن، تخبل، مش عارف اعمل ايه، لا مش انت صدقك، as simple as that، 4 كلمات. فالكلمات دول كنت باضربهم على طول على طول، وانا فاكر ان هم عاديين جدا. اكتشفت بعد كده ان كل حد يسمع كلمه زي كده الاقي بقى ايه، قلوب بقى ومش عارف ايه وكلام كبير جدا وكده. فاكتشفت بقى ان اهم حاجه بالنسبه للستات الكلمه الحلوه حتى لو نصب تماما. فغالبا هي دي لغه الحب الاساسيه في الحياه. مش كلهم. احنا لسه ما قلناش صباح الخير يا سلمى. صباح انت النور. دخلتي على طول بس انت كده. اللي فتحت الموضوع. ايوه، ما يعني ما انا اديني قلت فرصه، كنت يعني لسه بقى اعبر. يعني انت معترضه على ايه في الموضوع؟ لا الستات يعني بيحبوا اللي يضحك عليهم بكلمتين وخلاص. ماشي، ممكن ده المفهوم العام، ايوه. بس الموضوع اعمق من كده بكتير. لا مش اعمق، لان لما الراجل بيكافح وبيعمل حاجات جامده جدا وينتحر عشان مراته تقول له انا ايه في حياتك وانت لا مش لا قاعد لا معايا لا امال لا، ايه بقى؟ هو ده حاجة اوكي، يعني الناس بتقدرها قوي الكلام، وفي نفس الوقت في ناس تانية بتقدر الافعال. هو ايوه. بقى موضوع يعني اسمه كل واحد مفروض نفهم ايه اه. هو اللوف لانجوج بتاعته او لغة اللوف الحب لانجوج، بتاعته. لغه الحب. الله، الكلمه دي حلوه، لغه الحب دي. شكرا. عارفه اللي مش هو انا مش بتلاقي. انا اللي اخترعتها ايوه دي يعني. معروفه يعني. بس بالظبط. عايز اقول لك ان في على فيسبوك دايما يقول لك ايه اللي هو بتشتغل فين في مدرسه الحب، صح؟ ده بتبقى حاجه مهمه قوي. لا 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 لا. هل هم هي دول؟ هي مش لغة يعني. مش لغه، ايوه. هي من الاخر يعني في علم النفس حاولوا ان هم يوصلوا لحاجة ان اه. احنا نبقى فاهمين بعض اكتر، اه. وكل واحد بيبقى عنده لغة حب بيستقبل بيها ولغة اه. حب تانية بيدي بيها اللي قدامه. ياه. طيب انا عاجبني الكلام ده جدا. خدي مم. بالك ان انا قضيت سنين طويله، انت عارفه طبعا ابوكي عملت حاجات كتيره في الميديا وكده، دايما الحاجات الرومانسيه والاغاني اللذيذه وكل الحاجات دي كده. بس اي فيل ان احنا داخلين قوي زياده عن اللزوم، ان كل حاجه داخل فيها علم النفس وبنلاقي لها ايوه، اعماق بس ليه لا يعني؟ لو احنا اوريدي في مشاكل ما بيننا والناس ما تفهمش بعض ومس اه. اندرستاندينجز ومشاكل، طب ما نحاول ان احنا نقرب المسافات. طيب مش بعض الاوقات الناس مش فارقه معاه خالص على فكره؟ في بعض الاوقات ممكن الواحد عايز يعبر عن حبه بالغضب، ينفعل ويروح داخل شمال عشان يبين ماشي، كده. بس انت دلوقتي الهدف من ان انت تفهم اللوف لانجوج بتاعتك او بتاعت اللي قدامك اه. ان انت الشخص ده مهم قوي بالنسبه لك، اه. فانت كانك بتحط احتياجاته فوق احتياجاتك شويه في اللحظه دي اه. عشان تقابله في الحته اللي هو محتاجها. طيب انا برضو حته الاحتياجات دي بقى منها جدا، ان انا بفكر دايما انا مش محتاج حد، انا عايز اكون مع حد او انا بحب حد. ايوه، ثانيه واحده، لو انا عملت كده عشانك او انا عملت اه. كده عشان فعلا يعني حد صاحبي، حد الاب حبيبتي او حبيبي، الام زوجة، الحبيب كده. بالظبط. اوكي، زي في اه. حب البنات عشان حبيب صديق صديقه ايوه كده. صديق، ايوه. ماشي، فاحنا عايزين نحط اللي قدامنا ده هو مهم بالنسبه لنا، اه. المفروض ان هو كمان هيعمل نفس الحاجه عشاننا، بالظبط. يبقى احنا الاثنين كده اخدنا اللي احنا عايزينه. حلو. انا يعني it's a mutual thing. give and take. لان اكيد لو انا بعمل كده وانا بحاول افهم اللي قدامي محتاج ايه وبعمله بالظبط اللي هو عايزه، بس انا مش بلاقي نفس الحاجه في المقابل خالص، حلو. يبقى هتبقى مشكله. طب اكتر كلمه شهيره دلوقتي بتلاقيها كمان على السوشيال ميديا وكده، لما حد يكون ده انا عملت علشانك ومش ما طلبتش منك على فكره، انت بتضحي عشان ايه؟ انا مش عايز اشيل جمايل، ما دي معلش. كارثه بقى. طب ما هو فعشان كده قبل ما نتكلم في لغه الحب تاني، انا عجبني قوي اول حاجه بدات بيها، قلت ان هي فيها افعال، صح؟ لا، يعني يا ريت هو الافعال اكتر. بص لو دخلنا بقى في الموضوع طيب ادينا بقى، حته يعني حته، مش هنقول ساينتفكلي، سوشيال ساينس كده يعني. هي سوشيال ساينس اه. او زي يعني علم سوسيولوجي اجتماعي يعني. بالظبط. اه. بس هي جايه برضه من السايكولوجي يعني، اه. وان انت في السايكولوجي اللي هو طب احنا ليه اصلا why is it important؟ لان اه. انت عايز to speak language من الاخر. احنا ليه بنقولها language؟ انت فاهم لغه انا مش فاهماها حلو. والعكس. طب تعبر فانا بطريقتك وانا دي مش مستوعبها فانا اساسا. ممكن اصلا افضل احط مجهود اه. كتير جدا جدا جدا، بالنسبه لي انا شايفه انا بعمل اقصى ما عندي، اه. بس هو مش مترجم لك باي حاجه لان انت بالظبط، اللوف مش لانجوج باين بتاعتك بالنسبه لي، حاجه بالظبط. تانية خالص. فانا ممكن اكون زي ما قلت اكزامبل ده قبل كده، انا رايحه عزومه وجايبه الكيكه اللي انا بحبها بس ما بالظبط. حدش تاني بيحبها. فلو انا بس انت بحاول جايبه ايه يا من جماعه وجهه انتوا نظرك متضايقين اللي انا ليه، عاجبني قوي او اللي فاكيد انا هبسطكوا بعرف يعني. اعمله. بس اه. انا جزء من المجهود على فكره مش اه. بس ان انت كانك you're working hard not اه. smart. طيب طيب حته ايه بقى هما؟ طب قبل ما تقولي، بس عشان أنا مش افتكرت هقول دلوقتي طيب. ان انا اكتر حاجه بعملها مع مراتي اللي هي والدتك، يعني الست الوالده يعني. هقول لها على كل فكره لان الكلام ده ان شاء الله يعني هيتسجل. ايوه، فكل ما اجيب لها هديه وباذل مجهود رهيب، وسالت لا اله الا الله، وكلمت صاحباتها واتفرجت عليها، عملت لها رقابه لمده اسبوع في البيت وكل حاجه، في الاخر اجيب لها هديه وانا فرحان جدا. حبيبي ربنا يخليك ليا، انت دايما كده حساس قوي وعارف بالظبط انا عايز ايه. جبت الوصل عشان بعد كده ايه، انا هرجع يعني انت مش سالت معقول. سالت كل الناس ايوه.
وراقبتها بطريقه انت فاكر برضو ان انت بتحاول ايوه، تدور فانا على عارف هي حاجه، محتاجه كذا، وعلى فكره انت ساعات عارف بتقول هي لي محتاجه كذا. انا هي حاسس هي لو قالت يبقى يعني لو قالت او لو انت عرفت بطريقه ما ان هي قالت لحد او حاجه، اه بس اصحابها هيبقوا شايفين ممكن في اخر لحظه ما تعملش كده. يعني، الا لو صحابها قالت لهم يعني انا it's عايز a, اقول it's a لكم good يعني way الناس اللي برضو. شايفيننا وسامعيننا دلوقتي، عايز اقول لكم ان سلمى كانت راجعه من السفر جايبه لمامتها هديه، فمامتها قالت لا انا معاكي الوصل يا سلمى، لما ارجع امريكا يا سلمى هغيرها. فجوز سلمى بيقول لها انت مش سالتي طنط؟ قالت له انا سالتها لا ده وضع ووريتها، تاني. فتحنا فيس تايم دي وشافتني وانا مشكلتنا، احنا بشتريها. هنغير ارائنا، ممكن تبقى حلقه لوحدها، دي فيعني دي حاجه بالظبط لوحدها بالظبط. خالص يعني. طيب بس قول لنا طيب بقى بص على يا سيدي، ايه التايبس اوف love اللانجوج. languages؟ ماشي، انت اول حاجه عندك الاسهل حاجه words of affirmation، الكلام. اه ماشي، زي ما انت بتقول الستات بيحبوا الكلام. اه انا شايفه ان معظمنا على فكره، حاجه مهمه قوي لازم نقولها برضو، ان مش لازم يبقى عندك one love language، ممكن يبقى حاجه اوكي، بتتغير dominant على حسب هي دي الظروف. الاكتر او حلو. الماجوريتي، وحاجات تانية غيرها او حاجه تانية طيب وعايز اقول اقل لك منها تاكيدا سنه. على كلامك، احنا دايما حتى لما بندرس اي حاجه والتعاملات الانسانيه كلها بيبقى دايما عندك وان تايب دايما او وان بريفرنس، ده الضامن اللي انت بتحبه جدا جدا، ده حياتك او اللي انت اكتر حاجه يعني مخك بيترجمها ان هي دي اي مكان. بس لا، في كل اللي انا حاجه في حياتنا محتاجه. دايما عندنا بريفرنس، حتى في طريقه التعامل. if you're a leader مثلا في مكان، لو انت بتشتغل مع حد the way you present، الطريقه بتتكلم، دايما عندك طريقه هي الغالبه، دي طبيعتك بتحبها جدا. بالظبط. بس جنب كده بيتكون لك حاجه تانية وراها اللي هي business as usual، دي عشان الظروف اللي انت فيها، الناس اللي معاهم ولا اي مكان بتفرض عليك، او يعني هو ده اللي شغال فاكتسبتها مع الوقت. بس لو عليك طبعا هتبقى في الاولانيه انت بتحبها هي قوي. الفكره بقى كمان ان هو برضو في علم النفس بيقول لك انت your dominant love language دي او اللغه اللي هي الاساسيه بالنسبه لك بتبقى جايه بقى من انت البيئه اللي كبرت فيها وتعامل اهلك معاك، والموضوع يعني عميق اكتر من احنا متخيلينه. واحنا ربناكي كويس في الحته دي، عشان بس لا ما لهاش علاقه بالتربيه، بس بالمره يعني لا يعني حبيناكي بطريقه كويسه، عشان انت قبل كده لبختي فيا في حلقه من الحلقات لا. وقلتي اصل انت كنت بتضغط عليا، ما كنتش بضغط على فكره. ليه بتفتح الحاجات افتكرت القديمه؟ معلش ده ملوش ما علاقه باي علينا. حاجه. طيب نتكلم ماشي بعدين. طيب ها اوكي طيب دلوقتي ممكن يعني نخش في مش اللغات. فكره التربيه بس، فكره انت اهلك برضو كانوا بيدوك حب بطريقه معينه او هم بياخدوا منك طريقه معينه، اوكي فانت حياتك او شخصيتك بتتكون بالطريقه تتشكل دي. بالطريقه دي. في ناس صح. ممكن اهلهم ما يبقوش بيكلموهم خالص، اه فهو عمره ما هيطلع شخص بيدي حبه بالكلام بنفس الطريقه. صعب قوي. كان وي تشينج يعني كل يعني انا متربي على واحد، حاجه معينه، ولا بيحصل لك لحظه اللي هي الوعي ما زي ما والادراك بقول لك الاوائل بقى الناس انت كده؟ you change او you try to adapt للي قدامك، لان اه انت بترسيف بطريقه دي عمرك ما تقدر تغيرها، اه والمفروض اللي قدامك هو اللي يفهم حاجه زي دي. حلو. بس انت عايز تفهم اللي قدامك انت بتحبه، يبقى انت بقى هتكلم اللغه طيب بتاعته. وهنرجع تاني نتكلم. فاكره الجمله الشهيره قلناها قبل كده، disclaimers وكواليفاينج. disclaimer معناها بقول للناس من الاول يا جماعه انا طريقتي كده، انا ما بعرفش اتكلم قوي او مش واكله معايا الحته دي. طب ما انا هعمل ايه؟ ما انا يعني لو انا ما انا عرفتش هقول الناس انا طريقتي كده، بس انا بحاول ان انا افهمك. ماشي ما اختلفتش، بالذات لو انتوا بارتنرز، صح يعني الحاجات دي اتس ميك ات اور بريك ات، صح. يعني لان بس انت مبدئيا لازم هتقعد تقول انا اقول طريقتي كده، والله انت بتحبي الكلام، احنا لسه ما قلناش اصلا هما ايه، انت بتحبي كذا انا طريقتي كذا ومش ده اللي لا عندي. مش بقول انا مش هتغير، لا بالعكس خالص، بس بقول ايه من الاول، انا بس طريقتي في الكلام قد تبدو ان هي جافه شويه، بس انا ما اتعودتش. انا البيت عندي ماشي ده حاجه تانية، عشان يعني ابدا اشتغل عليها ان انت يعني. بتشرح انت ليه كده، بس انت هتحاول ان انت تقابل الشخص هي تاني في حته طيب قول معينه. لنا بقى اللانجوجز بقى. اللانجوجز بتاعتنا هي ايه؟ اول حاجه احنا قلنا كلام. حلو. فزي ما بقول لك الكلام عامه اكتر حاجه الناس ممكن تبقى حاسه الستات بتحبها، بس برضو في رجاله بتحبها طبعا والام جدا من طبعا. ابنها كده تبقى عايز تسمع كلام معين، صح. والابن برضو هيبقى عايز يسمع ان اهله فخورين بيه، وهي مش فكره انا بقول لك انا بحبك، لا الكلام ده بمعنى بجد من قلبك يعني. لا انا قصدي ان هو انت دلوقتي اللوف لانجوج بتاعتك ان حد يقعد يتكلم معاك وحد يقول لك انا فخور بيك، وحد يقول لك انا حلو. حاسس ان انت متضايق، يعني انت كل اللي انت هتفهمه منه لازم يحطه في صيغه كلام. حلو. مش بس انت بتقول له انا بحبك، فكانك بتترجم مجرد ان انت أحاسيسك أو تتكلم معاه أفعالك وتتكلم ليه هو ده ان هو بيفهم ايه ده، لا انت بتديني من وقتك تتكلم معايا يبقى انت فعلا واحنا بنتكلم على كواليتي تايم، يعني وقت بجد كواليتي تايم دي حاجه لوحدها تاني. بس كلام انت ممكن تبعت تكست مسجز، ممكن تبعت له رسائل الصبح وبالليل وتبعت له، يعني مش قصدي مش بحط بريشر رهيب. ايوه بالظبط بس قصدي هو من الاخر هيفهم ان انت محاوطه كده وبتحسسه كل يومين 3
انت كلمتين عارفه انا ابوكي حلوين. كده، انا طول عمري بحب دايما حد يقول لي الكلمه الحلوه، يطمن عليا، يسال، دي كبيره انت جدا عمرك بالنسبه اصلا لي. فكرت ايه اللاف لانجوج بتاعتك انا هي الكلام طبعا مهم جدا. اللي انت بتريسيف بيها ولا بتدي بحب بيها؟ جدا وات ايفر اي حد يعمل لي حاجه بس يقول لي شكرا، يقول لي انا امم مقدرك، انا حاسس بيك، انت تعبت النهارده، ربنا يخليك ليا، دي كبيره جدا بالنسبه لي. بالظبط. طيب ايه تاني بقى؟ طيب تاني حاجة ندخل فيها الكواليتي تايم، او حلو. ان انت تقضي وقت فعلا يعني ذو قيمة مع ايوه. الشخص اللي قدامك ده. تقفل الموبايل تقفل الموبايل، مبدئيا تقعد كده. تركز معاه، تبص له في عينه، تقول له انا هلغي الميتنج ده عشان ابقى معاك، انا يوم السبت ده بتاعك انت بس. حلو. احساس ان اللي قدامك ده لا يعني priority اولويه بالنسبه واولوية لك اهم من حاجات تانية. مم. فاللي قدامك هيبقى لو هي دي love language بتاعته فعلا، حلو. خلاص هيبقى طالع السما. انت طبعا. انت كل حاجة طبعا. خلاص حطيتها على جنب. ودي حاجه عايز اقولها للناس على طول بقى. امي الله يرحمها قبل ما تموت كان سنها كبر، واحنا بقى بنجري ورايحين وجايين، كنت بكتشف ان هي حياتها كلها في اللحظه اللي انا داخل لها. وانا داخل ساعات اكتشفت كنت داخل سخيف. ازيك يا نانا، كنت اقول لها نانا عشان جبت ولادي بقى. ازيك يا نانا، عامله ايه؟ والله عندي حاجات كتير قوي، يلا انا نازل اشوفك على خير. هي بحس مره قالت لي اقعد معايا شويه، فقالت لها مرات ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ بقيت اسيب كل حاجه، انا جاي اقعد معاك. يا على السعاده، وتفتح موضوعات وتقول لي عملت ايه في الشغل، وهي حتى كبرت مش في بالها حاجه. بس احساس الكواليتي تايم ده غالي ايوه، جدا احساس جدا. الكواليتي تايم مش انت تقلب حد قدامك، هو بالظبط محتاج بالظبط اتنشن، محتاج تبص له في بالظبط. عينه، محتاج يحس ان انت يعني الوقت ده فعلا انت مش بتقضية واجب. حلوه جدا. يعني انا زي الفل. انا جاي هعدي تشوف وشي، مش لا انصراف احكي وحضور. لي كلمه، احكي لي انا معاك بجد يعني. ايه تاني؟ ايه تاني؟ عندنا الفيزيكال تاتش، او مم. ان انت اللمسه، او ان انت تدي حد تطبطب عليه، تحضنه. في ناس تبقى ده بالنسبه لها المهم. حلو. فبرضه عايزاك تتخيل في مراحل مختلفه من حياتك. انت بالظبط. دلوقتي كابن محتاج ان مامتك وباباك خدني في يطبطبوا حضنه عليك طبعا طبعا ويحضنوك. طبعا. اوكي، بعد كده ان اخواتك يبقوا حواليك او صحابك. صح. بعد كده طبعا مع الزوج. الزوجه بالظبط، او الزوج يعني بالظبط، او لو الولاد. حد ده اللوف لانجوج بتاعته بس مش بياخدها خالص، مم. ويعني بتبقى بس على حسب احتياجات الشخص الاخر، لا يعني هيبقى حاسس ان هو منعزل وايسوليتد، وحاسس ان هو مش يعني مفيش الحاجه اللي هو محتاجها، فمش هيبقى حاسس انا بامان. جالي اكزامبل وحش جدا بس هقوله غصب عني. كان في علوم النفس قبل كده عمل ريسيرش كده على التيبنج، اللي هو لما حد بيدي بقشيش في اماكن البيع اللي هي الكافيهات وكلام من ده. فلقوا ان الناس بيدوا بقشيش اكتر بكتير لما يبقى في اي لحظه يعني ريليشن مع الويتر او الويترس. فاللي هو مجرد مثلا يحط لو ايده على كتفك ولا whatever. اللي كان بيعمل كده على طول كان هارد روك كافيه تحديدا في العالم مم. كله. كان دايما بيعملوا كده ان هو دايما وهو قاعد معاك، لا ذاتس ا جريت تشويس، يحط ايده على مم. كتفك كده بالراحه and so on. كان ناجحه جدا هناك. ليه؟ لان كانت مثلا اللي بتعمل كده مثلا ويترس شيكيه طبعا جميله زي القمر ما شاء الله. اكيد. طبعا انا سعيد جدا بحاجه زي كده. لما بداوا يعملوها الشباب اللي هو انا اسف بقى مطول ضفر من ضوافره كده بشكل سخيف جدا وعشوائي ما النزع انا وكل. على حسب كمان انت انت في مش عايز مطعم تدفع ايه. خالص، مش هتاكل يعني. انت في مطعم ايه برضو؟ ما انا لا كان مطعم مش راقي. هروح لا اكل مش كشري بنتكلم على اللي هو، واتوقع. لا مش بنتكلم على كشري بقى، مش بتكلم على حاجه. بس ساعات حبوا خلي يعملوا كده بالك كان برضو بيقلدوا الموضوع يعني. ممكن يدخل دلوقتي بالذات في الغرب في حتة تحرش كونسنت، على طول وان انت طبعا على انا طول مش مديك حق ان انت تلمسني. which is انت عارف برضو كان في فيديوهات بتلف كده على السوشيال ميديا بطريقه كوميديه قوي. الموضوع ممكن يأفور الناحيه التانية، اللي هو انت صح. رايح لحد كوافير حلاق، اه واول ما تقعد يقول لك ممكن المسك، فاللي هو فتقول له ايوه ممكن. يا خبر. فاللي هو يعني يا قاتله جماعه، ما يعني. انا اكيد يعني جايه دي عشان شغلتي النهارده تمسك عشان اعمل راسي، كده يعني بالظبط. هتقص ازاي؟ طب ما بالظبط. يعني انجز. طيب عندنا لانجوج تاني. بس اوكي، احنا مفيش اه اي حاجه عايزين نعدي حدودنا فيها اكيد. بالظبط. بس at the same time انت لو فهمت اللي قدامك ده، حتى لو مثلا في الشغل مثلا، وانت الموظف تحتك انت بس عايز تطبطب عليه كده، تخبط يب على كتفه كتفه، براحه كده لا بالظبط. بجد عملت كويس قوي النهارده، خلاص يعني دي حاجه بالنسبه له. مش لازم تقعد تفهم انا الموظفين كل اللي شويه تحتك. بفتكر حاجه تودي في داهيه مش هقولها خلاص. النوع التالت يا ماشي. سلمى. طيب عندنا acts of service، اه او ان انت تعمل لحد ارن، يعني تعمل له خدمه كده، تعمل له حاجه. errand، او يعني حاجات تساعده فعلا بحاجات هو محتاج يا يعملها، حاجات يخلصها، يا او حاجات انت تجيبها له مثلا. ماشي. اشتري لك حاجه في السكه وانا جاي مش عارف ايه، انا عارف انت بتحب كذا اجيبه لك انا معايا بالظبط بالظبط. كلها حاجات خدمات صغيره، بس مش انت حلوه بتخدمه جدا. باي طريقه، ما انا بس برضو انت انا في بالك انت فيها بتفكر حب. فيا يعني بالظبط. فيها ان انا دلوقتي مثلا ام شقيانه في البيت اه ولادها ولا جوزها لما يعملوا معاها حاجه، غير ان هم طبعا ده دورهم، صح. ده برضه ده موضوع. تلقيح كلام عشان تفكري كده من امبارح. انا فاكر كنت افكر من الكلام عايزه ده من تقولي لجوزك امبارح وابنك وبكره انا. اول طيب امبارح الزوج برضو بيفكر كده بس يعني ماشي. ماشي. طيب. بس ان انت دلوقتي لا، انت بتعمل له حاجه وبتعمل مجهود بقى، يعني اه مجهود فيزيكال. اه انا بعمل لك الحاجه دي عشان انا بحبك. حلو. اوكي.
طيب بعد كده عندنا receiving gifts. اوبا دي ما دي سهلة. فيها المشكله بقى. واضحه وصريحه. لا الهدايا خالص، لان الناس دايما بتبقى عندها وجهه النظر ان انا لا كان نفسي في حاجه تانية، لا انت مش فاهمني، انت جبت لي حاجه، لا ده اقل لا من ما مقامي ولا كان قال لك ايه بقى في بلبل حيران؟ ايه بقى. فن اختيار الهدايا. يا سلام، ان انا هو كنت جنريشن تانية مش بلبل حيران مش خالص اللي معنى هياخد بس ان انا منه بقول لك الهدايا ايوه تقوم جايب دبدوب صغير ايوه وخلاص انا كده جبت هديه. مش ايوه. مبسوطه ليه؟ مالك ايه ده؟ انا البنات بعمل لك بيحبوا كل الدباديب حاجه. جدا. مين دول يعني؟ البنات مين بيحب الدباديب ده دول؟ هي دي على طول دباديب مهمه في جدا. بنات في وقت معين في سن معين مثلا نص ساعه مثلا 7 بيحبوا سنين دباديب. 7 هتقعد كل سنين. مره تجيب لها دبدوب. طيب مفيش اي تفكير، مفيش اي مجهود، مفيش بادجت، مفيش اي حاجه. دخلنا في فاحنا حته ماليه عايزين كمان، لان احنا عارفين that's one of the issues دايما. المشكله ان التحدي اللي عندنا طبعا القدره الماليه بتاعت الناس دي حاجه، بس الحاجه التانية كمان الفرايتيز احنا بنحتاس وما بنعرفش نعمل ايه. خلي بالك انت قلت حاجه مهمه قوي، لان انت ممكن تجيب هديه مم. بس انت فاكر انت عملت مجهود وكل الكلام ده، بالظبط. وممكن تبقى هي في مرحله ما عايزه الهديه دي، بس اول ما انت اديتها لها ايه ده مثلا، ده انا جبتها، ايه ده بالظبط. طب هتعمل ايه؟ طيب انت عايز يبقى عندك احنا عندنا هنا بقى اوبشنز. برودكت لذيذ عندنا في فالي ممكن يتكلم على حاجه زي كده، اللي هو ايه بقى. اللي هو ايه؟ انت قول لي. فليب. هتلخبطيني. فليب. صح؟ ايوه فليب، انا فاكره ايوه على فكره. ايوه ايوه بس عايز اعرف ان احنا راينا في ايوه نفس بالظبط. لان البرودكت. اي ثينك ذاتس ا جريت ايديا، بتوفر جدا. وعلى فكره مش معنى كده، انا عايز اقول لك حاجه انت قلتيها بالظبط، ان احنا بندمج اكتر من لغه حب. وانا في اللانجوجز لا ده انا هقول كلام حلو جدا وهعمل كارت لذيذ معاها وات ايفر، بس اي جيفت اللي هو الاي كارد ده جميل جدا جدا. بالظبط. هو وانا انا عايز اقول ريمبر ايه هو امبارح كنت فليب. بتقولي ان هو 7000 فليب هو اتس ان اي جيفت كارد اه ان انت ممكن تستخدمه في الفاليو نتورك اوكي. تقريبا في 7000 مكان. طيب ومش سوبر ببالغ خالص سوبر. لما اقول الرقم ده. بس تعيد وي كان خيالي يوز ات بقى. بديبت وكريدت كارد. فانت لو جبت لها هديه زي دي واديتها لها هتعمل ايه؟ her وسبت own لها choice. يعني عالم مفتوح من الاوبشنز. طيب اي لاف ذس اللي بعدها بقى. مش انا بعمل لاف لانجوج بتاعتي اي ما كانت، وده اكسبكت لازم اتوقع، اكيد هكون متوقع انا انسان يعني. في نظريه برضو مهمه جدا في علم النفس اللي هي الاكسبكتنسي ثيري، نظريه التوقع. فانا متوقع بعد الهديه دي لازم يكون في انفعال او يعني ليه؟ احساس بالجراتيتيود. انفعال كويس. مش انفعال أوكي. وحش. ايوه اللي هو لا انا عايز مش ليه بقى؟ إيه ده لان انت جميل. برضو اللوف لانجوج بتاعتك الوردز. فانت مستني دي كلمه فده طبيعي حلوه. برضو. اكيد طيب. اكيد. انا اعتقادي ان حاجه مهمه جدا، انا عارف ان احنا الوقت بيطير معانا كالعاده في الحاجات دي، بس اعتقادي مسج مهمه جدا في حلقتنا النهارده، اللي هو احنا محتاجين نفهم بعض ونفهم بعض. محتاجين يكون عندنا الحاجتين دايما بتكلم عليهم، disclaimers وqualifiers. disclaimers هقول من الاول، حتى لو انا جاي النهارده سلمى معلش استحميني النهارده على اعصابي ومنفعل شويه، او انا على فكره بحب دايما كذا مش عارف ايه في وقت معين، الصبح ببقى غصب عني لسه مش فايق قوي، ما بهزرش كتير. انا العكس على فكره، انا ببقى صاحي صبحيه عندي طاقه غير طبيعيه، ممكن اللي قدامي بالراحه عليا شويه، انت كده بالعكس انت كده as if you're attacking، انت كانك بتغزو المكان بتاعي. على فكره انا لازم عايزه اقول اوضح حاجه، بس. احنا لو احنا فهمنا الموضوع من الاول هيسهل علينا جدا. الحياه مش كده بقول كلها. لكم الديسكليمرز دي. والنقطه يعني الثانيه تخيل ان انت دلوقتي بعد مثلا 30 سنه جواز لسه عمال تقول هي ليه مش مبسوطه، هي ليه انا جبت لها حاجه غلط. عشان كده جنبها جنب الديسكليمرز انا بسالها هو انت بتعمليه ده معناه كذا، يا على السؤال يا على هتكتشفي الموضوع حاجه على دي فكره مضايقتك مش سهل كده قوي بجد. انت ممكن اي حد يدخل اونلاين يشوف يعمل كويز واتس ماي لاف لانجوج، لو هو والبارتنر بتاعه في لعب حوالين الموضوع ده، فاللي هو بيعملوها مره وتبقى برضه حاجه مسليه. اصلا انا شايفه ان انت مجرد انت مستعد انك تفهم اللي قدامك وتقول له انا عايز اعرف، دي اتس ا جريت ستيب، ودي بتبين حاجات كتير قوي. وجنب كده وانا مش هلقح كلام اكتر من كده، يا ريت اللي يسمع البودكاست دي يفهمها مني. طيب انا عايز حاجه اخيره، انا عارف الوقت بيطير معانا كالعاده كده، بس عايز سؤال اخير كده. هو دلوقتي جنب كده رجاله كتيره جدا في الزمن اللي احنا فيه، انا بشتغل شغلانه والتانيه والتالته وبجري وبكافح اند سو اون، وحتى لو مراته بتشتغل ولا يعني سواء قاعده في بيت او حتى لو بتشتغل، هو الضغوط اللي عليه كراجل كمان، وبيضطر يقبل حاجات كتيره جدا، وساعات يتقبل لغه كلام مش كويس من الناس او كده عشان لقمه العيش وكده. بعض الاوقات الراجل بيبقى حاسس انا كده عملت كل لغات الحب اللي في الدنيا، عايز ارجع البيت حد ياخدني في حضنه وبقى انا مش قادر اعمل حاجه. طب هل ممكن هي كده عمل لغايه الحب في العالم يعني، مش لمراته او مش لا يعني هو هل ممكن هي بس ان ده حته اضافيه في الوقت ده دلوقتي استقبلته بس الحته الحلوه وبعد كده هيقول عامه هو ده في العادي اكيد ان احنا كل ما يعني ما تكونش التعامل مستنياه بقى لو انت فين بموده من ورحمه الصبح اكتر، مش عارف ايه لا بالظبط يعني لا سكنا بس لكم دي عارفه مش هقدر اتكلم قوي في الحته دي لان برضو هي كمان تعبانه. هي كمان تعبانه اخ مفيش فايده خالص. بس دايما زي ما انت قلتي ايه الزوجه بتبقى السكن والراجل المفروض الاثنين يعني. خلي بالك برضو انت عايز في الاخر يبقى عندك الدايره مقفوله 100%.
انا يوم هبقى قادره ادي 80 وانت تدي 20 يبقى قفلناها. يوم تاني 50 و50. بالظبط. في يوم انا بجد 98 انا خلصانه على اخري مش قادره ادي غير 2% لازم تدي هتقولي بس في الاول انا النهارده اعملي ديسكليمر. ايوه عشان بس نعرف نكمل بعد كده. تمام. عندك اي حاجه تانية تقوليها عشان انت حلقه كويسه؟ لا خلاص عندي اقول الاغنيه بتاعتنا النهارده. ايوه ممكن نقول if not now then when. الله. تريسي تشابمان. الله. لان الله. if not now يا جماعه مش هنفهم لغات بعض دلوقتي. هنفضل بقى لحد امتى؟ انا عايز اقول لكم الاغنيه دي اساسا انا استخدمتها دايما بس في حاجه تانية. دايما كل ما باجي افكر اسيب شغل if not now then when بالمره if not now ممكن نترجم الكلام هو ده وقته بقى ولا ايه يعني؟ بالزبط. لا حاجه جميله جدا. طيب انا عندنا كتب كتيره بس النهارده كنت عايز اتكلم على كتاب معين. هي ثلاثيه جميله جدا لرضوى عاشور الراحله العظيمه. رضوى عاشور من اكتر الناس المثقفات وكانت عملت كتب كتيره جميله جدا ادخل من رضوى وحاجات حلوه قوي. لكن الكتاب ده تحديدا كان اسمه الثلاثيه. كان غرناطه ومريمه والرحيل. 3 كتب جميله جدا على اخر ايام العرب لما كانوا في الاندلس. بس هي ويفين كده بتنسج قصه من عيله صغيره وازاي لما يكون في ضغوط ماليه الناس بتدبر امرها ازاي بيشتغلوا مع بعض ازاي الناس قادره تعيش مع الحزن مع الضغوط ازاي بتفرح في ايام صعبه جدا بتدور على الحاجه اللي تبسطها. واحنا محتاجين نعمل كده يا جماعه ايام ما كانت الظروف محتاجين نعمل حاجه زي كده. سلمى نورتيني يا سلمى كالعاده. نورك. حرقتي دمي شويه بس ده العادي يعني. ما انت فهمت اللانجوج بتاعتي. انا فاهمك كويس جدا وتعبتيني جدا طول العمر ولسه قدامنا كتير ان شاء الله. ماشي. يلا يوم جميل ان شاء الله. ثانك يو يا جماعه انتوا سمعتونا لاخر الحلقه. احنا على انغامي موجودين على ابل بودكاست موجودين على سبوتيفاي على ديزر على امازون ميوزك وطبعا هتلاقونا على السوشيال ميديا على انستغرام وعلى تيك توك وعلى فيسبوك وكمان ثرو البلاتفورمز بتاعت فاليو. كالعاده في نهايه كل حلقه هتلاقوا سؤال الحلقه هو مكتوب قدامكم دلوقتي بالاجابات بتاعته. احنا في انتظار اجابات كلها ان شاء الله. هتلاقوها على كل المواقع الخاصه بالبودكاست انا وبابايا باتل فيلد او كمان على الاكونتس بتاعتي انا كخالد حبيب على لينكد ان وكمان على الفيسبوك. اكتر اجابه منطقيه ان شاء الله هيكون ليها جايزه خاصه وجميله جدا من فاليو. اكتبوا اجاباتكم على طول دلوقتي وابعتوها لنا على طول دلوقتي هنلاقيها على الويب سايتس بتاعتنا كلها وان شاء الله تكون كسبان معانا مع فاليو ان شاء الله.